بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أحبتنا، اليوم وصفتنا الريزو. قطع صدر دجاج يقطع حسب الرغبة مكعبات صغيرة، يغسل، رشة ملح مع رشة بابريكا مع زنجبيل. يفضل أن يكون ناشف مع رشة زيت. يخلط جيدا ويترك لفترة 10 دقائق تقريبا. نجهز الخليط الأول اللي هو كاسة من الطحين، نضيف لها ملح وبابريكا وزنجبيل مع ملعقة صغيرة كركم، وإذا توفر ملعقة صغيرة كاري. تخلط مع الطحين، بعدين نضيف قطع الصدر اللي جهزناه سابقا في بداية الأمر بالطحين فقط، بهذه الطريقة حتى تكون متغطية كاملة كل قطعة على حدة. هذه طبعا طريقة قبل البيض وقبل البقسم، مجرد طحين صفر والبهارات اللي تفضلوها. مثل ما موضح أمامكم، نستمر بهذه الطريقة لحد ما نكمل الكمية اللي الموجودة عندنا. نضيف القطع بإناء الطحين ونقلب حتى تتغطى جميع أماكن القطع. هذه كمل عندنا. بعد نظل عندنا قليل من الطحين، راح نجهز البيض، بيضتين نخلطهن أو نخفقهن، وراح نضيف كمية البقسم على الطحين الباقي، ونغمس القطع اللي كانت بالطحين ونحطها في إناء البقسم. هذا الخليط عبارة عن بقسم مع قليل من الطحين. ونعيد الطريقة اللي استخدمناها قبل قليل، ولكن هالمرة مع البقسم. نستمر لحد ما نكمل الكمية اللي عندنا. تكون المقلاة أو طاوة الزيت حامية. زيتي لازم يغطي القطع، يعني يفضل أن تقل في الطاوة عميقة. هذه الكمية راح ناخذها على الطباخ. الآن الزيت حامي، ونضع كمية مناسبة. علما أن الآن نار الطباخ نار عالية، لحد ما نحط الكمية الأولى نقبض المقلاة ونص النار. هذه بعد الفحص. الآن نجهز وصفة الرز ريزو. كاستين من التمن ينغسل غسلتين لحد ما يطلع النشا من عنده.
هذه الغسلة الثانية، وهذه الغسلة الثالثة. بعدين نتركه بالماء تقريبا من ربع ساعة إلى 3 ساعات. البهارات اللي راح استخدمها ملعقة كركم، ملعقة كاري، بالإضافة إلى ملعقة البهارات السبعة، قطعة صغيرة من الدارسين والقرنفل، ورقة غار، وأكيد الزنجبيل. بالإضافة راح استخدم الماجي دجاج. بعد أن تحمي الزيت بالجدرية تحط فلفل بارد كمية مناسبة، طبعا قطعة قطعتين. تضيف البهارات وتستخدم الظرف الأول من الماجي حتى تحمس البهارات مع الزيت ومع الفلفل وتنطي مونتها على الجدر. عفوا، هذه الكمية الأولى ما شاء الله. بدأت تنضج. راح نرجع بعد قليل إلى الرز اللي راح نشكله. اكو بهارات ريزو كاملة، بس انا افضل ان تكون البهارات خفيفة، يعني مو بهارات صارخة او قوية. نضيف الرز اللي كان منقوع سابقا، ونضيف الظرف الثاني من الماجي دجاج. تقليبه على السريع حتى ياخذ لون وطعم. واكيد نضيف كمية الماء اللي راح تغطيه، ونتركه لحد ما يفور وينشف الفوق. بعدين نقلبه، وهذه قبل التقليب الأول. والحمد لله تم، وهذا الشكل النهائي، والطعم روعة، والشكل يجنن. وإن شاء الله تجربوها وتنطونا رأيكم، ونتمنى دعمكم الدائم للقناة، ولا تنسون الاشتراك والإعجاب بالفيديو. مع تحيات قناة بث مباشر لتسهيل الطبخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.